تحياتي يا طيبين، وده الموسم بتاع المشمش ولازم اعمل مشمش. رخيص غالي لازم اعمله. انا بحب المشمش جدا، المربى بتاعت المشمش انا بحبها ولازم اعملها. انا جبت 2 كيلو من المشمش، وده جبت كيلو واحد كناه. على فكرة هو ما كانش حلو قوي على فكرة، وكان مزز، فعشان كده قلت خلاص احنا هنعمل مربى. غسلته كويس جدا ونشفته، وقطعت المشمشاية لجزئين فقط، يا دوبك شلت البذرة وخليته زي ما هو كده. اوكي، حطيت على كيلو المشمش نص كيلو من السكر. طبعا دي مربى فلازم يبقى سكر كتير يعني. في ناس بتحط اكتر من كده، لكن يعني ده بالنسبة لي كتير جدا جدا جدا. هغطيها كده واسيبها في التلاجة لتاني يوم، نركنها كده عشان تنزل كل المية بتاعتها الحلوة اللي بتبقى فيها. وكمان عشان المشمش ده مزز، انا عايزاه يسكر شوية كده. تاني يوم زي ما انتم شايفين المية الحلوة نزلت ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك يا رب، اللهم بارك يا رب. هقلبها كده عشان السكر كله يدوب. انا حطيتها في التلاجة من غير ما اقلبه، مكنتش عايزاه يتهري، بس انا دقت المشمشاية لقيتها حلوة. يعني قبل ما احطه على النار دقتها لقيتها حلوة وجميلة ومسكرة. حطيت عليها نص ليمونة زي ما انتوا شايفين، وكمان هحط ربع معلقة ملح ليمون، لان طبعا الكيلو بالنسبة لي كمية يعني هياخد وقت معايا، فبالتالي لازم احط مادة حافظة اللي هي ملح الليمون، وطبعا هحفظها في التلاجة. هناخد كده الحلة ونروح بيها على البوتاجاز ونخلينا واقفين جنبها. ما تتحركيش من فضلك، لانك لو اتحركتي هتفور وتبوظ لك الدنيا وتوسخ لك البوتاجاز، وهيبقى ليلة ويوم يعني. حتى لو الجو حر معلش وقفي شوية لغاية ما تستوي خالص. طبعا لازم كل شوية نشيل الريمة البيضة دي، لان الريمة البيضة دي هي اللي بتبوظ المربى. خلي ايدك في الحلة على طول، وخليها على نار يعني ولا هادية ولا عالية، يعني بتبقى متوسطة زي ما انتم شايفين كده. بشيل الريمة على طول، ايدي فيها على طول. كده احنا دخلنا في مرحلة السوا خلاص. يعني دي اخر حاجة بشيلها منها. انا لقيتها خفيفة شوية، فقلت طيب يعني ما حسيتش انها تقيلة، وكمان انا يعني ايه مش عايزاها تقعد تغلي تاني وتركز. فجبت شوية من النشا، معلقة نشا صغيرة. لو عايزة تحطي جيلاتين اوكي. انا جبت معلقة من النشا ودوبتها في شوية مية باردين، ورحت حطيتهم على الحلة زي ما انتم شايفين كده، شوية صغيرين قوي. يعني تكاد لا تذكر، يعني مش هتبقى واضحة قوي، يعني دوبك بس يديني تماسك. دي ربع معلقة ملح الليمون. كده المربى بتاعتنا استوت تمام. هشيلها من على البوتاجاز وهسيبها تهدى خالص وتبرد. في ناس بتاخدها على طول بتحطها في البرطمان وهو متعقم، لازم طبعا البرطمان يبقى متعقم تماما، لكن انا هسيبها لما تبقى دافية. يعني انا مش هحطها لان ممكن يفرقع على فكرة وانا بخاف بالحاجات دي. شايفين لونها عامل ازاي؟ روعة. انتي لو عايزة تعززي اللون، لو عندك لون غذائي ممكن، بس هي كده زي الفل. دي بعد ما هديت خالص شايفين عاملة ازاي؟ روعة. نعمل تيست كده في الطبق مع انها لسه دافية. طبعا دي لما هتدخل التلاجة هتبقى متماسكة اكتر. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب. طبعا البرطمان مغسول ومتعقم كويس جدا ومتنشف من المية، مفهوش نقطة مية. هنبتدي ننزل فيه المربى ونحفظها في التلاجة عادي زي ما بنحفظ اي مربى بنشتريها من السوبر ماركت. يعني دي وصفة المشمش بتاعتي، يعني دي الطريقة اللي انا بعملها بطريقة بسيطة جدا، ولا بحط جيلاتين ولا بحط قصص. هي من نفسها بتعمل كل حاجة. انا عارفة ان المشمش غالي دلوقتي،
بس صدقيني يعني هو أنا لو كنت متوقعة مثلا إنه هيرخص كنت هقول هنتظر، بس هو مشكلته إنه موسمه قليل يعني، وهو كيلو يعني لا أكثر ولا أقل. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، بشكركم جدا.